طيب المكان بتاع النهارده انتوا اللي اخترتوا ان هو ياخد جايزه احسن مكان بيعمل ديزرت في 2023، فهل بقى يستحق جايزه الجمهور دي؟ خلينا نشوف. فرحت وطلبت اروش اختراعات هو لسه منزلها عنده، وخليني بقى ارتبهم لك من اللي على الهادي للجامد زبادي. وكبدايه كده قنبله الحنان المتسقسقه في الحبشتكنات دي كلها يا اقل حاجه عجبتني هناك، فما بالك بقى باللي جاي كله عامل ازاي. ودي بكل بساطه عباره عن بانكيكس غرقانه شوكليت او كراميل على الوش، فالقطمه منها عباره عن دلع متدلع يخلي القلب يولع، بالذات اللي الشوكليت بجد لازم تجربوها. بس عارفين بقى الاجمد منها بالنسبه لي كان الاوزي رول، وده كريب اوزو محشي ايس كريموزو غرقانه في كميه كندر ولوتس يا زوزو. فالقطمه منه عباره عن ميكس ايس كريم ساقع على صوص دافي، وفي النص كريب بيدوب في البق، مع حته ان الصوصات طعمها محترم جدا، فده اللي هياخد تقييم سنه قلبي جامد جدا هناك. والفائز معانا في المرتبه الاولى هو الكوكي دو، وده ينطبق عليها كل اللي فات تقريبا، لانها بتتقدم لك كوكيز من الفرن على بقك على طول، عليها حته ايس كريم ساقع على الوش وشوكولاته، وتخيل انت بقى طعمها كان عامل ازاي. فالتجربه في العموم كانت جميله جدا وتستاهل الجائزه الصراحه من رايي. والمكان ده هو ايس فولكانو، وانا جربت فرعهم اللي في شارع الاقبال.